في شرط ربنا حطه قبل الإيمان بالله، يعني قبل ما تؤمن بالله يجب إنك تعمله. ربنا قال إيه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى حط الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. حتى يقولوا إن شهادة التوحيد لا إله، ده الكفر بالطاغوت، إلا الله، الإيمان بالله. يبقى لازم تكفر بالطاغوت في الأول وبعد كده تؤمن بالله. طب هو إيه الطاغوت؟ طاغوت من طغى يعني ظلم. الطاغوت أي حد يحكم بالظلم، يحكم بغير شرع الله. شرع ربنا سبحانه هو العدل، الخير، الحق. طاغوت هو الحكم بغير شرع الله. الشيطان طاغوت، الحاكم الظالم طاغوت. كل اللي بيلغي شرع ربنا ويطبق في الدنيا ظلم وطغيان وشر وفحش هو ده الطاغوت. انت مأمور انك انت تكفر بهذا الطاغوت، تكفر بكل ما يعبد من غير الله. يعبد مش لازم ان احنا نسجد له. لما القرآن قال عن المسيحيين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، واحد مسيحي دخل في الاسلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم احنا ما كناش بنعبدهم، مش كانوا بيحللوا لكم الحرام وبيحرموا لكم الحلال، مش كانوا بيشرعوا لكم شرع غير شرع ربنا. هي دي عبادته. فأي حد يحكم بغير شرع الله هو الطاغوت. وربنا نزل هذا الشرع عشان نطبقه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ربنا نزل لك الكتاب القرآن في حق، في ميزان توزن بيه. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليه؟ ليقوم الناس بالقسط. هو ده. إن الحكم إلا لله. هو ربنا. الحكم والتشريع من صفات ربنا سبحانه وتعالى، من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى الإيمان بالله يقتضي أنك أنت تطبق شرع الله سبحانه وتعالى في حياتك، في بيتك، في مجتمعك، وفي دولتك، في كل شيء، في كل مجال. وإلا ما تبقاش مؤمن. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عشان كده إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم ربنا سبحانه. أم أنت عايز إيه؟ عايز أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. مين أحسن؟ مين عارف أكتر من ربنا؟ لازم تحدد موقف. أنت مع مين؟ مع اللي بيحكم بأمر الله ولا اللي ما بيحكمش بأمر الله؟ ربنا بيقول في إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. 3 آيات، لأن دول ال3 أسباب اللي يخلوا الإنسان ما يحكمش بشرع ربنا. إما إنه كافر، مش مقتنع إن ربنا خلقه وإن ربنا هو له الخلق وله الأمر، فبالتالي هو بيحط تشريع على مزاجه، على هواه. أو إن هو ظالم، هو مش عايز العدل بتاع ربنا، هو عايز يظلم، عايز ياخد حقوق الناس، عايز يسرق حقوق العباد، فما بيطبقش شرع ربنا. أو إن فاسق عايز يفجر، مش عايز قيود تقيده، عايز ياخد راحته في الفجور، فبرضه ما يحكمش شرع ربنا. ال3 أسباب اللي يخلوك ما تحكمش شرع ربنا هم دول: الكفر والظلم والفسوق. فأنت لازم تختار أنت مع مين. أنت مع ربنا ولا مع الطاغوت؟ أنت مع ربنا ولا مع الطاغوت؟ هو ده الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم طاغوت جمع، ما هو مش طاغوت واحد، مش شيطان وبس، ده في شياطين إنس وجن. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الظلمات بقى المختلفة. نور مفرد، شرع ربنا حاجة واحدة بس، نور. والظلمات بقى والضلال كتير قوي. كل طاغوت يشدك لاتجاهات مختلفة وده شيوعية وده علمانية وده مش عارف ايه وده يشدك. انما النور والحق واحد، الباطل هو اللي كتير. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هي معركة، الدنيا معركة ما بين الله سبحانه وتعالى وأنصار الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وبين الطاغوت إبليس الشيطان وكل أتباعه من شياطين الإنس والجن اللي عايزين ما يطبقوش شرع ربنا. وهو ده الرسالة اللي أرسل بها كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو ده أمر ربنا. هو ده اللي ربنا أمر به الأنبياء كلهم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شرع ربنا تعالى عدل، حق، خير، إحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وشرع الطاغوت ظلم، فساد، فواحش، شر، أذى، فساد في الأرض.
اختار أنت مع مين، هو ده الاختيار الحقيقي اللي لازم